إذا المباراة الختامية منتخب السنغال إذا أبان عن إمكانيات كبيرة منذ بداية الدورة، وهو في اعتقادي وفي اعتقاد المتتبعين أنه المرشح الأول للظفر. انطرد الآن من الجدول، يعني مش حاب تهدر على المغرب، مشيتي قلتي السنغال المرشح الأول الذي تأهل للنهائي. مع من سيلعب؟ مع الأشباح؟ مع خياله؟ فيها باس كل واحد عنده حساده. ديال قسطنطين وحسن المعامله، نتمنىو ما يكونوش يعني اغريسيف ولا شي حاجه معاكم. دونك ابيانتو ان شاء الله، الى اللقاء ان شاء الله. ميرسي. بعد ما المنتخب المغربي شلفط المنتخب المالي وتأهل لنهائي القارة، جه عمكم ساليو ديع. وبعدين بقى في الأسماء السودة دي، وده مين ده كمان؟ ده بقى فضلة خيرك مدرب المنتخب السنغالي للناشئين. أيوة، هو اللي هيقابل المغرب في النهائي. ما هي كده، نخلص من الجزائريين يطلع لنا الماليين، نخلص من الماليين ينط لنا السنغاليين. العامل المشترك فيهم كلهم انهم بيطلعوا فاتحين صدرهم قوي على المنتخب المغربي قبل المباراة، وفي الاخر ياخدوا الخازوق المغربي المعتبر ويقولوا اي. يا مغاربة، الراجل ابو نضاره ده طالع على قناه من كوكب لالا يقول لك المنتخب المغربي لم يقدم شيء وكان يبحث عن ضربات الجزاء وقام بجر منتخب مالي الى ضربات الجزاء. يا عم طب انت مالك؟ ما تقول مبروك وخلاص يابا، انت مالك يا عم؟ ما يجر ولا ما يجرش، انت مالك؟ اقول لك لم يقدم شيء المنتخب المغربي، لم يقدم شيء. يا عم ما تطلع تقول لعبوا مباراه كبيره وتاهلوا لنهائي البطوله اللي انت خرجت منها على ايديهم يا ابني. جيب لنا كاس معليش، هل هو صالح للشرب ام لا السيد المدير التربوي؟ رحنا بلنا سيدي ولي احنا صالح للشرب، خلينا بلا تربيه. هو صالح للشرب. سمعتوا واش قال لكم؟ سمعتوه والله، سمعتوه انا برك والله، سمعتوه كاع. نجموا نشربوا منه؟ نعم، انا نقدر نشرب منه ضوء عادي جدا. وانا انا نشرب منه. نشرب سيدي. انا نشرب. شوف لو بنت فالسنك درنا لازم نستوعب. والله العظيم نسيتو. بالنسبة للكهرباء، احنا الدولة الوحيدة حسب الأمم الوحيدة في العالم اللي فوق المعدل العالمي. انت تتكلم جد؟ مات. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أعرف غير منك دلوقتي يا أبو حميد. بغيت نصدر السيارات، وش السيارات عندك اللي تصدرها؟ وش رانا اوني اوسي ايديو كسا؟ كيفاش تجيب سيارات تنفخ فيها العجلات وتقول لي عندي تصنيع سيارات وتبغي تصدر؟ وش تصدر؟ تصدر الهواء اللي درتو في البنو، هذا ما عندك. نتكلم بالملفات. احسن ملف حاليا هو ملف الجزائر، لانه تشوف يعني نوعيه المنشات. انا نتكلم في البلدان اللي تقدمت بملفات. ميو حنا خير منهم في كلش، حنايا في البالون، سواء في البالون سواء في كلش خير منهم. شوف لحظه شوف بسم الله عليك. الملف الوحيد اللي عنده ملاعب مغطاه هو الجزائر. بنية تحتية كبيرة جدا هي الجزائر، بنية تحتية هائلة ورائعة جدا لا مقارنة. الجزائر خويا هحشم. شوفوا هما وين وصلوا وشوفوا حنا كي قعدنا. انا عندي واحد الاغنيه ثاني نقول: لو كان جات نميمه خدمه، لو كان فتنا امريكان. قعدنا بصح حنا لو كان نهضروا كيما نخدموا واحد ما يحبسناش. لو كان تعرفوا الهمه، لو كان المغرب في الصداره بالرغم من الخساره. المغرب في الصدارة، سمعاني يا جارة؟ شجع زي ما تشجع، بكرة المغرب هترفع الكاس وعن جدارة. قال لي أخي الكريم السلام عليكم، جاب لي ربي يجيب لهم الشفا إن شاء الله للجيران هادو ما حدانا. حنا هنا في ألجي. شوف خويا العزيز، عندنا أنا كجزائري أقول لكم
1000 مليون تريليون مبروك للأشقاء المغاربة، وإن شاء الله بروكوا بجيبوا لنا الكاس ونفرحتكم فرحتين. أنا مانيش إنسان كذا وكذا، المغرب اشتغل، ومن يشتغل يربح. هذه هي. فازوا على نيجيريا، فازوا على جنوب افريقيا، انهزام بتشكيل الايكيب بي كونتر زامبيا، فازوا على الجزائر بثلاثيه، اكتسحوا المنتخب الجزائري احببنا ام كرهنا، وفازوا على مالي بخطه قويه بمدرب محنك. صافي كرون بليزير ان شاء الله. الف مبروك خوتنا المغاربه، ان شاء الله في النهائي في ملعب نيلسون مانديلا ستكون الحفله، وان شاء الله تكون مسانده من الجماهير الجزائريه للمنتخب المغربي الشقيق. داخل بيناتنا الجوره، العروبه، الامازيغيه، كل شيء راح يجبرنا على مساندة ومؤازرة المنتخب المغربي. أنا خاوة، وإن شاء الله يجيبونا إن شاء الله نقول له يفوزوا في أرض الشهداء بإذن الله. ولا خوتي، من هذا المنبر نقول لكم 1000 مليون تريليون، وغادي يجيكم حصة على أبواق الفتنة على الناس الأمراض نفسيا الذين يريدون يقللون من التأهل القوي والتاريخي لمنتخب المغرب لأقل 17 لنهائي الكان 2000 هذه ايديسات. وبركوا بتجيبوها ناشرة. المهم راكم في الفايدة، المنتخب المغربي راه في الفايدة. تحية لكم وانتم في